السلام عليكم حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ الاماره. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا الكروكي، جبت لكم وصفه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. تقدري ديريها لوليداتك وتقدري ايضا ديريها كمشروع مربح. كما قلت لكم ان شاء الله غادي ندير لكم سلسله تاع الحلويات الجافه والحلويات اللي تقدروا يعني تسحقوها يوميا ولا تسحقوها تخدموها خطره في السيمانه وتشد لكم، خاصة المرأة العاملة ولا المرأة حتى اللي ماكيته في البيت. لما لا؟ يعني وصفة ما غاديش تشد لك الوقت وبالخف توجد، وكما راكم تشوفوا في الفيديو راها تشهي. كما راكم تشوفوا كما هكا خرجت لي الوصفة وراني شاركتها معكم وما بخلتكم بأي يعني حتى حاجة بأي معلومة. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة وتنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك، ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو، وما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير. يلا نروحوا للتحضير والمكونات. اولا كما تشوفوا انا خدمت بالبيترا، نتوما تقدروا تخدموا غير بالباتور. هنا عندي 3 حبات تاع بيض بدرجه حراره الغرفه. يعني البيض دائما نديروه يكون بدرجه حراره الغرفه باش اي وصفه تنجح معاكم. كما راكم تشوفوا عندي 3 حبات البيض. اللي بغات تضاعف الكميه تضاعف الكميه، يعني غير هما وعاوديها. وهنا عندي رشه ملح كما قلت لكم، ضاعفي الكميه الا بغيتي. وهنا عندي كأس سكر، يعني سكر عادي. كأس تاع ام وليد المشهور هو اللي راني نخدم لكم به، باش هكا حتى واحد ما يتلف ليها حتى حاجه. وهنا نبداو نضربوا السكر مع البيض، نضربوهم جيدا حتى اللي يذوب معنا السكر. كما راكم تشوفوا معايا هنايا انا كنت درت الدرجه الاولى والزوجه، من بعد زدت في الفيتاس باش هكا يذوب معايا السكر. كما قلت لكم اللي ما عندهاش البيتخا، ماشي شرط البيتخا، تقدري ديري بالخلاط الكهربائي وتقدري تانيك ديري بالفوي. يعني هاد الوصفة تجي قاع معاهم وتجي ناجحة 100%. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما داب لي السكر مليح مع البيض، راكم تشوفوا حتى يولي هكاك شغل بياض. هنا نبدا نضيف قشور الليمون، ولا بغيتوا ديروا قشور البرتقال لكم الاختيار. كما راكم تشوفوا هنا درت قشور الليمون. ونبدا نخلط ايضا المكونات مع بعض. هنا نخلطوهم مليح. نتمنى اي وحده جربت الوصفه من وصفاتي تخلي لي في التعليقات. وما تنساوش كيما راني نتعب انا في الوصفات وراني نصور لكم والله العظيم غير يدي وقت كبير. وهنا نزيدو كاس تاع زيت تدريجيا، ومامطو رانا نضربو ومامطو رانا نزيدو في الزيت غير بشويه. كما قلت لكم كاس تاع ام وليد هنا راني نوريه لكم باش تشوفوه. يعني الكاس ما يكونش معمر بزاف، يعني تنقصوا شويه زيت. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم راني نتعب في التصوير وفي المونتاج يدي وقت كبير. وهنا عندي مغرف صغيره تاع لافاني. نتمنى ان هذا الفيديو يعني كما تعبت فيه انه يوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. يعني انا راني نساعدكم ونوريكم كاع الوصفات اللي خدمت بها وانتم ساعدوني بالبارطاج. وهنايا بعد ما ضربت المكونات مع بعضها نزيد 2 مغارف مايزينا، يعني نشا. بالنسبه للمايزينا باش يجيكم الكروكي يعني هشيش، يجيكم يدوب في الفم. واللي تبغي الكروكي زعما شغل يجي يابس تخليه ما ديرش المايزينا. وهنا نضيفوا الفرينه تكون مغربله كما راكم تشوفوا، تكونوا غربلتوها وتضيفوها للخليط. وهنا عندي وحده خماره كيميائيه، يعني يعني الوصفه سهله وتانيك المكونات موجوده في كل بيت، يعني كما البيض السكر الزيت الفرينه هادو كاع موجودين. ونبداو نلمو هنايا باصابع اليد. كما تشوفوا راني ما زابيتش الفيديو ولا استعجلت ولا خليت الفيديو كما هو وراني نوريكم. كما راكم تشوفوا نلمدو غير باصابع اليد ونبداو نزيدو الفرينه تدريجيا غير بشويه. بالنسبه للفرينه ما تعجلوش تقولوا يا راها جاريه نضيفوا لها الفرينه بزاف، لا ما تضيفوش الفرينه غير بشويه. ولمدو هكا بصبع يديكم وراكم تلمدوا في الفرينه، خاش الفرينه بالخف تشرب، وهي تاني كي تخليها غادي عاد تزيد تشرب. كما هنا كتشوفوا وريتكم عاد مازال هنايا جاريت لي.
هنا عاد نزيدها انا الفرينه كما راكم تشوفوا، نزيدها شويه فرينه، يعني راكم تشوفوا وميم طور راكم تعجنوا وراكم تشوفوا. ونلم العجينه تاعي. شوفوا هنا بالنسبه للعجينه، شوفوا راني غادي نوريها لكم، راهي تلصق شويه في اليد، يعني ما تنشفوهاش بزاف وما تخلوهاش جاريه بزاف، تكون شويه تتلصق في اليد. راكم تشوفوا هنايا كيما هكا تلصق، خشلاها الفرينه تشرب. خلاص نخلوها جانبا ونمشي نحضر البلاط تاعي. بالنسبه للبلاط تاعي انا درته 40 على 30، ودرت له شويه زيت ورشيتها بشويه الفرينه. اللي عندها بابي كويسون تستعمل بابي كويسون، ولا عندك بلا استعملي اي بلا، يعني الكروكي ما يحتاج حاجه ديريها ولا عادي. المهم البلا تاعك ما يكونش يلصق وخلاص. هنايا قسمت العجينه الى نصفين، بغيتو تقسموها حتى ل3 قسموها، يعني كاين اللي يدير الكروكي غير شويه صغير هكا باش يبغوا هكا البزوز ما ياكلوش كاع حبه كبيره ويخلوها لك، ديري غير شويه صغير. تقدري تقسميها، انا مضريه خطرات نقسمها على 3 حتى على 4 نورمال. كما راكم تشوفوا شكلتها حربوش وحطيتها في البلاط تاعي، والثانيه نفس الشيء نشكلها ثاني حربوش ونحطها في البلاط تاعي. كما قلت لكم تقدروا تقسموا العجينه على 2 ولا على 3 ولا على حتى 4، اللي يبغي يديرهم هكا دي كروكي هكا صغيرين يديروا. كما راكم تشوفوا هنايا نبدا نبسطها من الفوق، يعني ما تضغطوش بزاف، غير بسطوا غير بشويه هكا، بداو تبسطوا وسقموها في الاطراف، سقموها باش الحربوش تاع الكروكي تاعكم يجيكم مساوي ويجيكم شباب. من بعدك في التقطاع لخاطرش هنايا عاد زيد تنفخ، يعني دائما نديروا اسباس بينها وبين الحبه الاخرى باش هكا كي يزيد يتنفخ يزيد يتحل، يعني ما يلصقش في بعضه كيما هكا. بالنسبه للفرن كنت مشعلت له على درجه 180 درجه مئويه، يعني من قبل كاع كي تبداو الخدمه شعلوا الفرن وخلوه يسخن ومام طون نتوما راكم تخدموا. وهنا ما درتش انايا صفار البيض، درت الكونفيتير المربى تاع المشماش. اللي ما عندهاش متوفرش عندها المربى لا يهم، بصح غير يعطي لون ذهبي شباب وشغل الكروكي تحسي فيه واحد البنه شابه. واللي عندها صفار البيض تقدري ديري صفار البيض من الفوق مع شويه قهوه وتدهني الكروكي تاعك. واللي بغات دير الطريقه كيما هكا دير مربى تاع المشماش تدهن به. المهم هنايا في هذه الطريقه الاولى ما تكثريش المربى تاع المشماش، ديري غير شويه، ومن بعد في التزيين انا غادي نعاودو نزيدو مربى المشماش. ندخلها للفرن كما قلت لكم، كي تشوفوا هكا صاي طاب من التحت شعلوا عليه من الفوق يدي داك اللون الذهبي. هنا مع بعد ما طاب الكروكي تاعي وهو سخون خرجته من الفرن، هنا بديت ندهن في المربى باش يتشرب داك الكونفيتير ويجيكم شباب. كما قلت لكم هنايا الكونفيتير كثروا معليش ديروا بزاف صاي، وبالتالي باش يعطيكم واحد اللون ذهبي هكا شباب كما شفتوا في الفيديو. يعني الصورة حقيقية ما درت لها حتى اضافات ولا كما صورت. راكم تشوفوا كما راني نصور، يعني راني وريتكم الكروكي كيفاش خرج. كما راكم تشوفوا هنا ندهن مليح، وهنا عندي الكاوكاو. يعني اللي عندها نواة كوكو تقدر ديري نواة كوكو، اللي ما عندهاش تكتفي غير بالتزيين العادي، يعني الا درتي صفار البيض ديري هكا خطوط بالفرشيطه وصاي، يعني تزيين عادي. بصح كيما هكا يجي شباب والبزوز كاع ياكلوه، يعني الاطفال تاعكم كاع يبغوه وكاع ياكلوه. هي دائما الام تخمم في ولادها واش يعشوه فطور الصباح الى اخره. لهذا انا قررت ان شاء الله هاد الايام كامله غادي نعطيها لكم فيها غير الوصفات كيما هكا سهله بسيطه وما تديلكش الوقت وناجحه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما زينت الكروكي تاعي بالمربى والكاوكاو، هنا نجو لعمليه التقسام. بالنسبه كي تبغوا تقسموا دائما الخدم يكون عندكم ماضي ولا تاع منشار، وقطعوه على شكل كروكي كيما راكم تشوفوا راني نقطع كيما هكا. بداو تقطعوا الكروكي تاعكم. صدقوني البنات، يعني اللي ما جربتش هاد الوصفه راطات بزاف، وكاين اللي تعرفها وكاين اللي راها معتمدتها. المهم انا شاركت معكم واش نعرف، اي حاجه نعرفها راني نشاركها معكم ان شاء الله، ما نبخل عليكم بولا وصفه. كما راكم تشوفوا هنايا راه يشهي،
يعني وصفة ناجحة 100%. نتمنى ان الفيديو هذا ينال اعجابكم. ما تنساونيش كما قلت لكم من البارطاج. يعني غادي نشوف ان شاء الله في هذا الفيديو الى وصل لاكبر عدد ممكن. ونشكركم على اللي تفاعلوا في الفيديو السابق على تاع المادلان. الى وصل اكبر عدد ممكن غادي نشارككم جميع اسرار الخدمه تاعي، يعني واش كنت نخدم في لي كوموند، الوصفات، كل شيء، الاخطاء اللي كنت نستعملها الى اخره. كل شيء غادي نشارككم باذن الله. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير. هنا غادي نديره في طبق التقديم ونوريكم نقسمكم الحبه كيفاش جا. قلت لكم جا يدوب في الفم، وداك تاع الليم، قشور الليمون عطاه نكهه مع الكونفيتير والكاوكاو جا يهبل. وهنا غادي نقسم معكم حبه باش تشوفوا الداخل كيفاش جا، وتشوفوا الطراوه وكيفاش جا هشيش. يعني قلت لكم وصفه روعه 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 روعه. نتمنى انكم تجربوها. كما راكم تشوفوا هنا راني درتها في صحن التقديم، ودوك نقسم معكم حبه. انا نوريكم، نقرب لكم الكاميرا، يعني شوفوا كيفاش جا. يعني الفيديو يعبر عن نفسي بلا ما نهضر انايا. وقولوا لي لا بغيتو كاش وصفات ولا اي حاجه راه بحرت لكم في خاطركم. قولوا لي، خلوا لي في لي كومونتير، قولوا لي اي وصفه راكم باغيينها. ان شاء الله الايام هذه القادمه غادي نديرها لكم باذن الله. وهنا غادي نقسم معكم كما راكم تشوفوا، وغادي تشوفوا كيفاش جا من الداخل. شوفوا ما شاء الله، يعني حتى ديروه للضياف يحمر لكم وجوهكم. ديري كمشروع مربح، نقول لك ديريه وغادي يدوا عليك لي كليون يعني طياره ويعجبهم بزاف. هاك تشوفوا كيفاش راه هشيش، يعني غير نتوشيها غادي تقسم الحبه وحدها. وهذا هو واش الناس قاع تبغي. وهنا نخليكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه، مع فيديو اخر باذن الله على قناتي وقناتكم مطبخ ام الامراء.